السلام عليكم يا اغلى عائله عندي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ويعطيكم ربي كل ما كتمناو. بالنسبه للناس جداد، مرحبا بكم معايا والف مرحبا. وحتى العائله ديالي راه ما نسيتكمش، الدار داركم. مرحبا بكم عندي، راني بلا بكم راه والو. انتم هما العائله ديالي الثانيه. الله يحفظكم ليا من كل شر. وندوزو القصه ديال اليوم مباشره. صاحبه القصه كتقول: جيت نشارك معكم حكايتي. انا واحد الانسانه اليتيمه، وعمرني توقعت يجرى فيا هادشي اللي غادا نعاود لكم. من واحد الانسان اللي كان زعما كلشي في حياتي، راجلي. ولكن الحمد لله قدرت انني نرجع الاعتبار ديالي ونرجع قيمتي ونخليه خاتم في صبعي. المهم كيف قلت لكم، انا واحد الانسانه اللي كانت يتيمه، ما عندها حتى شي واحد في حياتها. والديا الله يرحمهم ماتوا. الام ديالي كانت ماتت مسكينه بالكونسير، والاب ديالي من وراها مرض حتى هو ومات. وبقيت انا بوحدي، ما كانوش عندي خوت. بقيت ساكنه مع واحد خالتي اللي رباتني. ديك الساعه كان عندي 13 عام. بقيت معاها، هي اللي رباتني وقراتني، الله يجزيها بخير. ولكن راجلها كان شويه صعيب، وما كانش باغاني نبقى معاه في الدار، لحقاش حتى هما على قد الحال. وديما كنت كنسمعو كيقول ليها حتى لين غنبقاو هازينها بماكلتها وبشرابها وبلبسها، وحنا ما هازين حتى راسنا. خليها تمشي تدبر على راسها، تزوج، تخدم على راسها، دير مستقبلها، وتعطينا حنا اتساع. ماشي صافي حيتاش هي قتلت والديها وبغات تبقى تابعانا حنا حتى تقتلنا. المهم ديما كانوا كيتضربوا على قبلي. خالتي كانت كتعامل معايا مزيان، وكانت كتعتبرني بحال بنتها وكتر كاع. ورغم هادشي كامل كنت كنقرا، وديما كنت حاطه واحد الهدف في حياتي. كنقول مع راسي: هانتي كتشوفي انتي بوحدك، وما كاينش اللي غيبقى هزك حياتك كامله. ديري علاش ترجعي، قراي، كافحي، خدمي، باش حتى انتي ديري دارك وما تبقايش تمدي يديك للبراني. داكشي علاش كنت ديما، الحمد لله الا ما جيتش الاولى كنجي الثانيه ولا الثالثه، حتى شديت الباك ديالي. ايوا انا هنا بغيت نمشي نقرا. لقيت واحد المعهد اللي كان خارج على المدينه ديالنا، وتماك مشيت قريت ودفعت للداخلي، والحمد لله قبلوني وعطاوني حتى المنحه. بحكم انا كنت يتيمه، وعاد انا جيت من مدينه اللي كانت بعيده. الحمد لله هادشي تيسر ليا. جمعت حويجاتي ومشيت في حالي. تودعت مع خالتي وقلت لها: شوفي يا خالتي، مره غنجي عندك، وانتي راه في مقام الام ديالي. مشيت، قريت، كافحت، والحمد لله من بعد عامين خديت الدبلوم ديالي. ولكن في هاد الفتره تعرفت لواحد الانسان اللي غير بالصدفه كان عجبني بزاف، وحتى هو كنت كنحس بيه عجبته. كنت مشيت باش نقاد شي حاجه في المقاطعه، وكان هو خدام تماك، وكان وقف معايا بزاف. كان باقي صغير وبين فيه ولد الناس، وكانوا بقاو لي شي وراق باش نقادهم، وخاد النمره ديالي. انا هادشي كامل كان دارو بالعاني، كان بامكانه باش يقاد لي الامور ديك الساعه، ولكن هو لا، بقى بالعاني كيديني وكيجيبني حتى خدا مني النمره. ومن تماك بقى معايا على تواصل حتى تعلقت به، ولقيت فيه داك الحنان ديال الاب وديال الام اللي افتقدتهم وانا صغيره. قلت واخيرا لقيت واحد الصدر حنين اللي غنتكي عليه الوقت اللي غتكون ضاقت بيا الدنيا. هو طلب يدي الزواج وقال لي: شوفي، انا ما يمكنش ليا نبقى ندور بيك في الزناقي، اولا تقولي بلي هذا شافني بوحدي وبغى يحقر عليا ولا يتعدى عليا ولا يتفلى عليا. قلت لي انا كل شيء وعاودت لي حياتي كامله، وقلت لي عندي واحد خالتي هي اللي رباتني، وإلا بغيتي طلب يدي الزواج جي عندنا. من بعد شهرين ديال التعارف ديالي معاه، تمك انا هدرت مع خالتي، مشيت عندها وقلت لها كاين وهكاين. قالت لي: هذا هو النهار الكبير، مبروك والف مبروك. صافي انا نعدت لي العنوان، وجا لعندنا هو الام ديالو وواحد خواتاتو. رحبنا بيهم، كبرنا بيهم، وكان الامور كلها على خير. الام ديالو كانت ظريفه وكتعيط لي: غير بنتي بنتي تبارك الله عليك. داز داك النهار على خير. المهم نقول لكم عام تقريبا من بعد تزوجنا. هو كان شرط عليا واحد الشرط، قال لي نسكنوا في الدار ديال الوالده، غنسكنوا معاها. قلت لي انا ما عنديش مشكل، ولكن من الاحسن نسكنوا بوحدنا، انا مبغيتش الصداع وكنبغي نلقى راحتي بوحدي. قال لي: عندك الحق، ولكن الوالده بوحدها وخاصنا نكونوا معاها،
هادشي الا بغيتي. قلت لي صافي ماشي مشكل. المهم انا راجلي كنت عارفاه قادر انه يكري ليا بوحدي، وحيت دابا الام ديالو كانت ساكنه بوحدها حنا اضطرينا نسكنوا معاها. هادشي انا اللي كنت عارفه، اما داكشي اللي غنكتشف مبدل بزاف. ايوا نهار العرس داز زوين، شطحنا غنينا نشطنا، كل شيء داز هو هذاك الحمد لله. راكم عارفين الاجواء كيفاش كيكونوا، وخاص ضروري تكون راده البال على ابسط الحوايج باش كل شيء يدوز على حقه وطريقه. مشينا للدار ودخلنا لبيتنا اللي كنا قادينه واتتناه وكل شيء كان بخير. المهم عجوزتي ما كانتش وكنا غير بوحدنا. المهم وصل الصباح، راجلي فاق قبل مني، هو مولف يفيق بكري. فاق، مشى دوش ومشى قضى اشغال ديالو، وكنت بغيت نفيق حتى انا ديك الساعه وقال لي لا رجعي نعسي ارتاحي ما كاينلاش تفيقي دابا. ايوا انا رجعت نعست لحقاش كنت مدقدقه، وداك العيا كامل ديال التوجاد رجع عليا حتى وصلت تقريبا 9 ديال الصباح. حتى قفزت من بلاصتي منين شفت وحده داخله عندي البيت، وهي تقول لي تبارك الله تبارك الله على لاله العروسه باقا ناعسه نوضي تقعدي. قلت ليها اول حاجه الواحد كيدق عاد كيدخل، ثاني حاجه شكون نتيا؟ قالت لي اها، كتسوليني شكون انا؟ نوضي تقعدي بركه من الفشوش، ولحت عليا واحد البيجامه حالتها وحتى الطابليه ديال الشقه. قلت لها انا ما فهمتش، واش انا خدامه ديالك؟ قولي لي انت شكون وفين هو راجلي؟ قالت لك راجلي نوضي تقعدي. شتي في هاد الدار ما كايناش 7 ايام ديال الباكور، كاين غير نص نهار ديال الباكور. ياك ضحكتي نشطتي البارح، دابا وصل وقت الجد، نوضي وجدي الفطور وضربي لهاد الدار واحد السيقه من الفوق حتى لتحت. انا بقيت مصدومه وما عرفتش شنو نقول ليها. كنقولها دابا قولي لي غير شكون انتي، انا ما عمرني ما شفتك، قولي شكون بعدا، وانا بعدا راه عروسه ما يمكنش ليا زعما النهار الاول ديالي نوض نشقى فيه. قالت لي حبيبه ديالي هادشي حنا ما عندناش في القاموس ديالنا اولا في التقاليد، نوضي تقعدي حسن لك. شديت التليفون ديالي بغيت نتصل برجلي، وهي تقلع عليا التليفون من يديا وجراتني للكوزينه. قالت لي يلاه بداي تشقاي. والكوزينه شنو نقول لكم، مشقلبه مشقلبه مشقلبه، والبارح ما كانتش هكاك عامره معن. منين جبداتهم ليا ما عرفتش. انا كنقولها قولي لي انت غير شكون، انا ما فهمتك شكون انتي وعلاش كتامري فيا، وفين هي خالتي؟ قالت لك خالتي ما كايناش خالتك، وزيدون ما تقوليش ليها خالتي، قولي ليها لاله فلانه. السيده كتهضر معايا وحاسه براسها ما عرفتش شكون هي، والراجل ما عرفتش فين زاد. حتى داز تقريبا واحد الساعتين وانا جالسه في الارض وكنبكي. اش هاد الحاله؟ واش انا حيت يتيمه داكشي علاش وقع لي هادشي؟ حتى من الفطور تصوروا الفطور ديال العروسه ما لقيتش لي يجيبوا ليا. خالتي كانت بعيد عليا حدها حضرت العرس ومشات في حالاتها وطلبت مني السماحه، لحقاش ما تقدرش تجيب لي الفطور لا والو، ما عندي لا عائله لا صحاب. شكون غادي يوقف معايا؟ شكون غادي يكبر بيا؟ حسيت براسي بحال جابوني غير خدامه عندهم، كون غير جات من عجوزتي نقولوا ماشي مشكل، ولكن من وحده اللي انا ما عارفاهاش جاتني غريبه بزاف. المهم ما علينا، دخل الراجل شافني جالسه هكاك في الارض. ايوا نوضني ديك الساعه، قال لي مالكي علاش كتبكي شنو واقع لك وعلاش جالسه في الارض؟ قلت ليه انت اللي خصك تجاوبني على هذا الشيء، مشيتي وخليتيني مع واحد السيده اللي قالت لك حكا ما حكا نوضي تشقاي، ودات لي حاله بالمعيار، ماشي حشومه عليكم ولا حيت انا يتيمه وبغيتو تحقروا عليا. قال لي لا ما تقوليش هكا، حشومه تقولي لي هكا، انا بغيتك وبغيتك كيف ما انتي، ما كيهمش يكون عندك باك ما يكونش عندك، انا اللي كيهمني هي انتي انسانه ظريفه وطيبه وتستاهلي كل الخير. نوضني وجلسني فوق السداري وقال لي انا غنتفاهم معاها. قلت لي ولكن بلاتي شكون هذيك؟ قال لي ماشي مهم، راه غير كتجي لامي وقالت لها تحدي الدار داكشي علاش. قلت لي ما يمكنش، هاتي قالت لها تحدي الدار ولا قالت لها حقري على فلانه؟ راه هادشي كيعني بحال هي قالت لها سيري خليها تخدم وتشقى وتجفف وتسيق. حشومه هادشي اللي وقع، انا بغيت زعما ندوز معاك النهار انا وياك وحنا يلاه مزوجين، ماشي ندوزو في الشقه وفي التماره. انا حادقه وغنشقى وغنطيب وبزاف ديال الحوايج،
ولكن السيمانة عندي خاصني نرتاح فيها ونفرح فيها مع راجلي، حيت واخيرا تجمعنا في دار وحده. قال لي عندك الحق، غير سمحي لي بس يا راسي، ومشى. مشى باش يهضر معاها، لحقاش الدار كانت عندهم فيها الفوق والتحت، ولكن ماشي كلها طبقاو بوحدها، مهم طبقات مشاركين. كنسمع فيه كيغوت، ولكن ما عرفتش بالضبط الهضره اللي كانت دايره بيناتهم، ما كنتش كنسمع مزيان. نضت انا ديك الساعه، غسلت وجهي ونعلت الشيطان، خدمت شويه ديال القران وجلست كنرتاح شويه، وانا باقا لا فطور لا والو. ديك الساعه كان الجوج، وتوضيت وصليت وطلبت الله الا كان هادشي من عنده مرحبا به، ولكن الا كان من عند العبد الله ياخذ فيهم الحق. المهم حتى طلع عندي راجلي وقال لي فلانه صافي راه حليت المشكل، دابا ارتاحي، عرفتي شنو، لبسي حوايجك ويلا نخرجوا برا ونتغداو. قلت لي واخا ماشي مشكل. لبست حوايجي وخرجت انا وياه. المهم حاول ينسيني داك النهار اللي دوزتو في العذاب، فرحني. مشينا للسينما، المهم خلى ما دار على قبلي، وكل شويه كيقول لي سمحي لي، سمحي لي بزاف على هادشي اللي وقع اليوم. قلت لي ماشي مشكل، ولكن هادشي ما كافيش. كل نهار كنت كنتعرض لنفس الحاجه، عكوستي ما عمرني ما شفتها. كنقول لي فلان فين هي امك، كيقول لي مسافره، هي في العاده ديالها ما كتجلسش بزاف في الدار. قلت لي اييه، ولكن انت قلتي لي باش نسكنوا معاها، ولكن كنشوفها بلي هي ما كايناش، كاينه غير ديك السيده اللي كتقول لي حكا محكا امك مخلياها حاضيه الدار. قال لي هادشي اللي كاين، غير صبري معايا وديك الساعه يكون خير، وكل شيء غدا تفهميه من بعد. المهم مشات ايام وجات ايام، عجوزتي جات للدار وحاولت نهضر معاها، وقلت لها خالتي اشنو كاين، هذيك المراه شكون هي؟ قالت لي بنتي ما تسولينيش، انا ما نقدرش نفيدك. لا نقدر نقول لك هي كنعرفوها وقريبه لينا، هادشي نقدر نقول لك، وانا ما باغاش ندخل في هادشي. قلت لها خالتي خلعتيني وزدتي شوشتيني، وعاودت لها داكشي كامل اللي وقع معايا. عنقاتني وقالت لي بنتي صبري، صبري على راسك، ولا نعاود نقول لك انت حسن منها وبين قلبك زوين وطيب، داكشي علاش ربي غادي يجازيك. انا ما فهمتش الهضره ديالها اشنو بغات توصل ليا بها. الهضره ديال عكوستي كانت ديما كتهضر غير بالالغاز، ما كنفهم فيهم والو. هنا انا زدت توترت كتر وكتر، ما عارفه شنو غادا ندير فهاد الوحله اللي انا فيها، حاسه بشي حاجه مخبينه عليا، ولكن شنو هي ما عرفتش. الصراحه راجلي كان معايا مزيان، كان كيخدم ضروري كيطلع معاه الماكله، ما كيخلي ما يجيب ليا الحوايج، كلشي كان كيحضروا ليا. انا كنت جالسه في الدار ما خداماش، هادشي اللي كان شاط عليا، قال لي ما تخدميش، وكنت جالسه غير في الدار كناكل كنشرب كنشقى. المهم الحمد لله، ملي كتكون عجوزتي كنكون بخير، ولكن ملي كتكونش كنبقى ديما مصادعه مع ديك المراه، ما عرفتش شنو باقا كدير تماك. تقدر تقول عليا مكلخه ما كنفهمش، ولكن انا بصح ما فهمت والو. انا كنت كنحس براجلي كيبغيني وانا كنت كنبغيه، ولكن هي ملي كانت كتشوفنا مجموعين مع بعضياتنا ما كانش كيعجبها الحال، كانت ضروري كتبغي تجلس وسطنا، كتبغي دير شي تصرفات اللي ما خاصهمش ديرهم ما بين المراه والراجل، وديما كتلوح ليا الهضره وانا صابره وساكته. كنت صابره وساكته غير على قبل عجوزتي اللي كانت كتطلبني وترغبني وتقول لي يا بنتي ما تصادعيش معاها، عافاك يا بنتي، راني بحال امك، واي حاجه بغيتيها انا معاك، غير بعدي عليها. مهم مشات ايام وجات ايام، كنت مشيت عند خالتي نشوفها، قلتها لراجلي، قلت لي غنمشي واحد اليومين ونرجع. قال لي نوصلك، قلت لي صافي وصلني المحطه ورجع في حالتك لخدمتك. قال لي واخا. مهم مشيت عند خالتي، جلست معاها واحد النهار، يلا جلست واحد النهار باقي يلا وصلت العشيه، بدا عليا راجل عاوتاني بنفس الهضره، ديك الهضره ديال ياك تزوجتي ولا جايه تاني، العشاء اللي كنديروه يلا كيقدنا، الغدا اللي كنديروه يلا كيقدنا، غزينا بالمصاريف يلا تهنينا منك. صافي انا ديك الساعه ما بدتش كاع، كيف جلست معاها ورجعت في حالاتي. قالت لي خالتي عافاك بقاي حشومه، قلت لها لا خالتي غنمشي نرجع. صافي انا عيطت على راجلي ما جاوبنيش، عيطت لي المره الاولى الثانيه ما جاوبنيش، قلت صافي غيكون خدام ولا ما مساليش. مشيت للدار، وصلت تقريبا مع ديك 10 ديال الليل، وصلت معطله بزاف. المهم حليت الباب، كان عندي الساروت، ايوا دخلت. مع دخلت كيبان لي راجلي خارج من البيت ديال ديك السيده اللي معنا في الدار، وخرجت هي من وراه، وانا نغوت وقلت لي شنو كدير عندها في بيت النعاس ديالها. قال لي غير سكتي لي لهذا انا غنفهمك، ولكن انت شنو كديري هنا؟
قلت لي انا دابا اللي كنسولك ماشي انت اللي خاصك تجاوبني. شنو كدير معاها؟ واش كتخوني معاها ياك؟ قال لي لا خليني غير نشرح لك. وقلت لي اش تشرح؟ بقيت نغوت ونضرب في خاضي ويقول لي غير صبري صبري، وهي واقفه بعيد وكتضحك وعاجبها الحال. المهم حاول يهدلني وجلسني، قال لي هانتي سمعي. وهنا كانت الصدمه من داكشي اللي سمعت منه. قال لي هاد فلانه راها مراتي الاولى. قلت لي شنو؟ قال لي مراتي. المهم مراتي ما كتولدش، وانا بغيت نتزوج المره الثانيه، وهي كانت موافقه وقالت لي انا موافقه باش دير وليداتك، ولكن ما بغيتش نطلق. وانا فكرت ما نطلقهاش وخليتها معايا في الدار. داكشي علاش انا خبيت وما كنتش بغيت نقولها لك، حيت كون قلتها لك ما كنتيش غتوافقي. انت باقا صغيره وزوينه ومازال الحياه قدامك، وانا بغيتك وعشقتك. واخا قدامها انا نقولها لك في وجهها، انا باغيك وباقي باغيك. وداكشي كامل اللي كانت كدير ليك راه غير بالعاني باش انتي تخوي الدار وتقولي الحبيبه ديالي. حتى دابا هانتي عرفتي الحقيقه، ايوا خرجي في حالاتك. بدا كيغوت عليها وكيقول لها سكتي صافي، ياك حنايا في الاول اتفقنا باش انا نتزوج وندير وليداتي وانتي غتبقاي معنا في الدار، ما بغيتيش انتي اللي خرجي. وهي تقول ليه ياك متاكد من هاد الهضره؟ قال لها قالت ليه ايوا وتفاهم ديك الساعه مع خوتي. هاد خيتي هادي حاسه براسها، وكانت من واحد العائله اللي مسك عليهم الله، وكان عندها خوتها كلمه جوج تقول لراجلي نجيب لك خوتي. المهم علينا، انا ديك الساعه بغيت نخرج من الدار، شدني وقال لي حبسي ما تخرجيش، وعيط على مو وجات للدار وبدات كتطلب فيا وقالت لي سمحي لي يا بنتي ما قدرت نقول لك والو، لحقاش ولدي قال لي سكتي ما تهضريش، خليني انا نقولها ليها وتعرف مني. المهم انا حتى هي لمتها وقلت لها حشوم عليك حيت خبيتي عليا، كان عليكم في الاول تقولوها ليا. نقدر ديك الساعه نوافق ونقدر لا، ولكن باش تكذبوا عليا هاد الكذبه ما يمكنش نتقبلها. واحد هو كيشوفني كنتحقر من مراته الاولى وما كيقدرش يهضر، حدو كيقول لها جوج كلمات وكيسكت. ولكن راه حشومه وعيب الواحد يحقر على واحد الانسان اللي ما بيديه ما برجليه. انا كنت عارفه ما كنتش غنفكر نكون زوجه تانية لواحد الشخص. مهم علينا، بقى كيراضي فيا حتى قبلت واستسلمت للامر الواقع وبقيت جالسه. ولكن كلشي غادي يتبدل من هذا النهار. ياك بغى الولاد غادي نعطيهم ليه وغندير المستحيل باش نولد معاه، وفي الاخر غنخليه خاتم في صبعي ونخرج منها داكشي كامل اللي كدير فيا. بعد اول حاجه درت بديت كنقلب على واحد الخدمه، مهم لي الخدمه غير في الدار بلا ما يعرف الراجل، لحقاش هو كيقول لك ما تخرجيش من الدار. المهم انا بقيت كنبحث حتى لقيت واحد السيده بالصدفه يلاه فتحات واحد المشروع اللي كانت كتبيع فيه الحوايج والمكياج والمصففات ديال الشعر، بحال السيشوار بحال لي بلاك والبرودويات. مهم علينا، انا ديك الساعه هضرت معاها وعاودت لها المشاكل اللي عندي وقالت لي مرحبا بك. المهم جربتني واحد الشهر باش تعرفني واش ثقه ولا لا، من بعد وليت خدامه معاها. المهم اي بياسه بعتها كناخد منها النصيب ديالي. المهم الخدمه كانت تجاره الكترونيه، راكم كلكم عارفينها. كنت كنشر داكشي في فيسبوك في لي باج في الانستغرام، المهم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الناس اللي كنعرف كنمشي عندهم وكنعرفهم على المنتوجات اللي عندنا على الحوايجات. والحمد لله كنت كنبيع 10 البياسات في النهار وكنت كناخد النصيب ديالي من عندها. بقيت هكا خدامه غير في السر، حتى واحد ما عارفين راني خدامه، وكنت كنجمع وحليت واحد الكونط في البنكه، والفلوس كانوا كيدوزو ليا تما كنيشان. يعني الا كنت مثلا ربحت 20 درهم 30 درهم 100 درهم في البياسه كانت كدوز ليا نيشان البنكه. حتى الحمد لله وليت تقريبا في الشهر الاول اول شهر ليا كنت وصلت ل 2000 درهم، ومن بعد 3000، من بعد 5000، وبقيت غادا هكاك لحقاش تبارك الله كان عندها داكشي ثقه وكل شيء كيبغي يشري من عندها. ونهار على نهار كنا كنزيدو نتعرفوا اكثر واكثر، وانا حطيت واحد الهدف قدامي وبغيت نوصل ليه باي ثمن. اي مره كانت كتبان ليا في الزنقه كنقولها ليها. وانتم عارفين الحويجات ديال العيالات والمسائل ديالهم كيتمشاو وبزاف. هنا راجلي بدا كيحس بالفرق الكبير، وليت كنلبس مزيان كنتقاد مزيان، وليت كنماكي. ديك المراه اللي كانت مجردله ولابسه غير الدرابل ولات مقاده الحاله
وديما مصوبة الشعر. المهم قاديت حالتي 4 شهور وأنا خدامة، وأنا غادة معاه في الخط. كنحاول نجرو جهتي، كنحاول نهضر معاه زوين ونتلحلح عليه. راه المرأة اللحلحة غلبت السحارة. ديما كنت معاه بحال هكا، حتى وليت كنخليه ما كيمشيش عند مرتو الاولى نهائيا، ما كيقربش لجهتها. شيكو كانت واحد الانسانه اللي زوينه وقلبها ابيض، وما كانش خدمت معايا تحرميات من الاول. ما كنتش غنتعامل معاها هكا نهائيا، كانت غتبقى فيا وغدا نراعي ليها ونقول حشومه عليا. هذيك المراه حتى هي ضحيه ديال هذا الراجل، ولكن لا، هي اللي جبداتني نهار الاول، اللي كانت كتعطيني الشقه وكتهينني وكتحتقرني لحقاش انا كنت وحده اليتيمه. مهم علينا، بقيت خدام هكا، دوزت البيرمي وهو ما سيقش الخبار. كنت كنخرج متخبيه عليه وكنمشي ندوز البيرمي، حتى واحد النهار صدمتو وقلت ليه راني دوزت البيرمي. قال لي كي درتي ليها؟ قلت ليه ها انت كتشوف، دوزته وانا نجحت. المهم اختكم اي حاجه كانت كتحطها في بالها خاصها توصل ليها، مهم باش نفقس العديان. وهادو كاملين اللي كانوا كيحقروني وكيقولوا هذيك غير يتيمه ما تقدرش توصل، وصلت. وصلت لبزاف ديال الحوايج. عوزتي ما كنتش كنساها، كنعتبرها بحال الام ديالي. ديما كنت كمهليه فيها، كنلبسها، كنقادها. ومسكينه هي كانت كتهرب من ديك الدار اللي كانت دارها على قبل مرتها الاولى، اللي كانت كتعاملها خايب وديما كتضربها وكتهينها. واحد النهار كانت عاودت ليا قالت لي بلي كانت طيحتها كاع من الدروج، ولكن ولدها ما كانش عارف اللي هو راجلي، ما كانش عارف وبدات كتبوحط عليه. مهم علينا، انا كنت كنتعامل معاها العكس ديال داكشي. خليتهم يبغيوني، يحترموني، يقدروني. خليت راجلي يميل ليا، ديما كنحس بيه غادي يمشي عندها، او لو وصلت النوبه باش يمشي عندها كنبقى نتبوحط عليه وكنقول انا عيانه، انا مريضه، بقى معايا. حتى جا النهار اللي حملت فيه، ديك الساعه جيت لعندو ودرت ليه مفاجاه. قديت داكشي بالورد، ديكورات، شريت حلوه، وقلت ليه عندي لك واحد الخبر. وفرحت انا وياه وعجوزتي ملي عرفوني انا حامله. راجلي بغى يطير بالفرحه، قال لي لا ما يمكنش، واش بصح حامله؟ قلت لي بصح. المهم مشى معايا، من نهار كان عندي كونترول باش يتاكد وعرفني راني حامله وكلشي كان بخير وعلى خير. ومن تماك ودي ليا الفشوش، وكلني يشربني يخرجني، ما كيخلي ما يدير على قبلي. وانا كنت خدامه وكنجمع، ولحد الساعه هو ما عرفنيش راني خدامه وكنجمع في الفلوس. ديك السيده كانت موعداني وقالت لي شوفي، هذا المشروع الحمد لله وصل بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديالنا. ودابا وصل الوقت اللي غندير واحد المحل ديالنا، اللي حنا اصلا ولات عندنا سميه وكل شيء غادي يجي عندنا ويتقضى. وغنديروا محل كبير ديال المكياج والحويجات ديال البنات. وكنت فرحانه بزاف، ولكن المشكل اللي كان عندي هي الراجل، كيفاش غندير معاه باش نقدر نمشي ونخدم معاها. مهم حتى هذه غندير لها تخريجه. المهم اللي دوز بعدا الفتره ديال الحمل ديالي على خير. قلتها لها، قلت لها فلانه خليني حتى نولد وانا معاك. قالت لي صافي. نيت بما قضيت المحل وجهزته. ولكن ديك مرات راجلي الاولى، اش غنقول لكم، ضرتي زعما. خرجتها مني في الفتره ديال الحمل، ملي عرفتني حامله بغات تسطى، وديما ولات مضاربه مع راجلي. كتقول ليه صافي غير حملات وعطيتيني اتساع، ما بقيتيش تجي عندي، ما بقيتي تسول فيا. قال لها شوفي خلينا هانين، انتي مراتي وهي مراتي، بلا مشاكل بلا صداع. قالت لي لا، انت كتفضل عليا لحقاش هي حامله وانا ما قدرش نحمل لك، يا انا يا هي في هالدار. قالها بطبيعه الحال هي راه هزه ليا ولدي، اما انتي شنو هزه ليا غير الهم والصداع. جمعي راسك وخليني نحترمك، ولا خرجي عليا برا. وديك الساعه جات لعندي وبقات كتجلي من شعري وانا كنغوت وكنقول ليه عتقني، راه بغات تقتل ليا ولدي. المهم هي حاولت باي طريقه باش طيح لي داكشي اللي في كرشي، ولكن ما ربحاتش. الراجل ديك الساعه صافي يئس منها وقال لها خرج عليا من اليوم، انتي مطلقه وعمرك تكوني ليا مرا من اليوم. المهم ناض واحد الصداع اللي كبير، الجيران كاملين ساقوا الخبار وتجمعوا وكلشي كيفك، وهي حلفات ما تخرج، وبقات كتردخ في البيبان وكتهرس اي حاجه لقاتها قدامها، وكانت كتحاول باش تقتلني وتقتل لي في كرشي. ولكن الحمد لله ربي نجاني منها. وانا ديك الساعه قلت ليه ما نقدرش نبقى في هالدار، ما يمكنش ليا نبقى في واحد الدار اللي هي اصلا عارفاها، وفي اي لحظه ممكن تجي ليا للدار وتقتلني
انا وهادشي اللي فكرتي. داكشي علاش طلبت منه باش يكري ليا دار اللي بعيده بما تهدنات الامور وما تكونش هي عارفاها. ديك الساعه ملي صافي هي تعيش حياتها وتنسانا، نرجعوا للدار ديال عكوزتي، منها نبقاو معاها ومنها نوفروا الفلوس. قال لي صافي اي حاجه بغيتيها انا معاك فيها. فعلا مشى لقى واحد الدار اللي كانت صغيره، أتتها قادها ومن بعد سكننا فيها بما ولدت. وعقوزتي ديما كانت كتجي عندي مسكينه، الله يجازيها بخير. ايوا انا ولدت الحمد لله، جات عندي خالتي وقفت معايا، ولدت وليد اللي كان ما شاء الله عليه كيحمق، وفرحت بزاف. قلت معجزه، حتى بقيت عايشه انا وولدي. لحقاش تكرفست بزاف، تكرفست وانا حامله، وتكرفست وانا بغيت نولد. المهم ما علينا، من بعد 3 شهور ديال الولاده ديالي شمرت على دراعي، وراجلي كان طلق مراته الاولى وتهنينا منها، وبقى لي غير انا بوحدي. ما بقاش كيقدر يدوز نهار بلا بيا انا وولدو. حسيت بيه كيبغيني بزاف، كيبغيني اكثر من الاول، كيعشقني، ما كيقدرش يدوز نهار بلا بيا. وهنا انا كنت جمعت واحد المبلغ اللي هو كبير وصدمته. قلت لي انا خدامه على راسي، دوزت البيرمي ودابا انا غنشري طوموبيل. قال لي كي درتي ليها؟ تبارك الله عليك. قلت لي علاش شنو؟ راك محسب بمراه ونص، كتحب لك انا هادشي كامل يوقع ليا غادي يطيحني الارض؟ لا بالعكس، انا عاد قدرت نكون قويه اكثر من الاول. وشريت طوموبيل ودفعت في واحد الدار، وخدمت مع ديك السيده اللي كانت مسكينه، عاونتني بزاف، وكانت كنعز عليها ملي سمعتني بلي انا يتيمه وداكشي كامل اللي داز عليا من صغري حتى للزواج ديالي. المهم داري اللي كنت دفعت بقيت نخلصها بشويه بشويه حتى قدرت نكملها. وديك السيده عاوناتني وعطاتني فلوس اللي كانت نصحاتني، وقالت لي بلي الربا خايبه، لحقاش انا كنت دفعت غير في الديور ديال السكن الاقتصادي، ومن بعد بغيت نخلص غير طريطات. قالت لي شوفي انا غادي نعطيك واحد الفلوس عندي غير محطوطين، غنعطيهم ليك تدفعي فيهم داك الدار وتكمليها في الخلاص باش ما تبقاش تابعك الربا، ومن بعد غتبقاي تصرفي معايا انا بحال كتصرفي مع البنكه ولكن بدون ربا. يعني غتعطيني غير الفلوس اللي عطيتك بالحرف صافي، ما تزيدي عليهم ما تنقصي عليهم. قلت لها صافي مرحبا، وبست لها راسها قلت لها ما نقدرش نوفي لك هادشي اللي درتي معايا، ما ننساهش ليك. قالت لي الله يا ودي، راه بحالك بحال بنتي، وما يمكنش نشوفك هكا معذبه ونبقى كنشوف فيك وساكته. الحمد لله، ما حدك نيتك زوينه عمرك ما تخيبي. كنت انا كنخدم، والخلصه اللي كانت كتعطيني كنعطي ليها الفلوس اللي كنت متفقه معاها نعطيهم لها من شهر لشهر، والفلوس اللي كيشيطوا ليا كنجمعهم في البنكه. عمرني الدرهم هو الاخر ما خسرتهم على الراجل. كنت كنشري شي حاجه لولدي لراسي، ولكن على راجلي لا 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 لا، خاصو هو اللي يدمر علينا ويتكرفس ويعرف بالقيمه ديال داكشي اللي كان دار فيا. هو عرف راسو غلط اصلا. نهار تزوج ديك السيده اللي كانت خبيثه وحاضيه غير راسها، وكانت كلمه جوج كتهدو بخوتها، عند بالها خوتها هما الابطال ديال العالم. درت داري، درت طونوبيلتي، وخليت حتى من راجل خالتي اللي كان كيحتقرني ولا هو دابا اللي كيتمنى يجي عندي ويتبرع في العيشه اللي انا عايشاها، ويركب في الطوموبيل اللي انايا شريتها بفلوسي ودمرت عليها. باش تعرفوا اللي ما عنده فلوس كلام ومسوس، والفلوس راه كدير طريق في البحر. المهم اخوتي، عندي ديك الدار ديالي كريتها، وكناخد منها الفلوس كنربحهم حتى هما وكندخلهم في البنكه. ورجعنا انا وراجلي عشنا في الدار ديال عكوزتي. المهم انا عايشه انا وراجلي وعكوزتي، والويساتي كيجيو مره ما ساكنينش معنا، كلهم مزوجين. لحد الساعه الحمد لله عشتي معاه بخير وعلى خير، ما كاين صداع ما كاين مشاكل، وديما كنتبرى منه. كنقول لي شوف، الا فكرتي دير ها ولا ها راه ما نعقلش عليك، لا انا ولا ولدي غتعاود تشوفو مازال. قال لي لا كنوعدك عمرني نخبي عليك شي حاجه، انا تعلمت درس ومستحيل نعاود نفس الغلط. المهم بعد انا خواتاتي درت داري طوموبيلتي باش الا وقعت شي حاجه نلقى شي حاجه تحت مني، ماشي نلقى راسي انا وولدي في الزنقه. اهم حاجه هي تبيني القدرات ديالك قدام الراجل وقدام الناس كاملين، واول حاجه واهم حاجه لنفسك. الا كان عندك هادشي كامل كتكوني فرحانه مرتاحه البال، كتحسي براسك عندك قيمه كبيره، وفين ما مشيتي كيديروا لك اعتبار. اما الا ما كانش عندك الفلوس حتى واحد ما غادي يبغيك، حتى واحد ما غادي يقدرك، حتى واحد ما غادي يدير لك قيمه. هادشي كاملين عارفينه في هاد الزمان
إلا كان عندك فلوس سيدي، إلا ما كانش عندك واخا تكوني ظريفة حنينة قلبك زوين والله ما يشوفوا فيك ولا يسبقوك على أي حاجة. هادشي أنا تعلمته من صغري، شفت الفرق غير براجل خالتي وبراجلي. ملي شافني وليت قادة براسي وخدمت ودرت فلوسي هو اللي ولا تبعني ماشي أنا اللي تبعه. هذه كانت هي القصة ديالي اللي بغيت نوصل لكم منها. عمركم ما تحضروا راسكم وعمركم ما تحسوا براسكم انهزمتوا، لا. الا كانت الضربه ما تقتلكش اختي غادا تقويك، غتخليك قويه اكثر من الاول. هنا فين غتبيني القدرات ديالك، غتبيني راسك علاش قاده، غتوصلي لشي حوايج اللي عمرك كنتي غتقدري توصلي ليهم. وهادوك اللي كيقولوا لك انتي ما توصليش عمرك ما غادي تكوني عندك شي حاجه ولا غتملكي شي حاجه. هادوك بالضبط اللي خاصك تبيني ليهم بلي انتي مرا وقاده وقاده توصلي اكثر من داكشي اللي كانوا قالوا لك ما توصليش ليه. وخلي ديما قلبك زوين، ما حد قلبك زوين وصلاتك منضبطه عليها وقرانك ديما كتقريه كوني متاكده عمرك ما تخيبي. انا وبنت 10 سنين وانا كنصلي وكنقرا القران والحمد لله ديما وقت ما كتضيق عليا كتزيد ربي كيفرج عليا اكثر واكثر وكيحل عليا واحد البيبان اللي ما عمرني توقعتهم يتحلوا ليا. ونعم بالله والحمد لله. ثقوا في الله سبحانه وتعالى وعمركم ما غتخيبوا. وشكرا لكم على الاستماع وبسلام عليكم.